انتهى ديربي الرياض القوي بين النصر وضيفه الهلال بفوز النصراويين لينتزعوا الصدارة برصيد 58 نقطة، فيما تراجع الهلال للمركز الثاني برصيد 57 نقطة. وتألق عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر عندما سجل لفريقه هدف السبق من تمريرة متقنة من زميله ومواطنه نور الدين أمرابط، قبل أن يعادل الهلال النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق علي هادي البلهية. وانتفض النصراويون بعد ذلك في الدقيقة 77 مستغلين النقص العددي الذي بات عليه نادي الهلال بعد طرد مدافعي محمد كانو في الدقيقة 67، وسجلوا الهدف الثاني عن طريق المدافع برونو أوفيني، لكن الهلال رفض الاستسلام واستغل هجوما مضادا في الدقيقة 79 مسجلا الهدف التعادل مرة أخرى، وذلك عن طريق سالم دوسري. وفي الأنفاس الأخيرة من زمان اللقاء تألق مدافع النصر برونو وسجل الهدف الثاني للنصر من ضربة رأسية، وهو هدف النصر الثالث في المباراة. وبهدفه في مرمى الهلال رفع حمد الله رصيده من الأهداف إلى 22 هدفا ليستمر متربعا على عرش هداف البطولة السعودية لهذا الموسم. وتجدر الإشارة إلى أن حمد الله كان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب بين الفريقين وانتهت بالتعادل، وكان هدف حمد الله قد منح التعادل للنصر آنذاك الذي كان متأخرا في النتيجة. كشفت الصحيفة الإنجليزية أن نادي توتنهام أحد أقوى الأندية ببطولة إنجلترا يسعى للتعاقد مع نجم الأسود حكيم زياش خلال الموسم القادم. وقالت ذات الصحيفة أن المبلغ الذي يطلبه أجاكس أمستردام الهولندي مقابل بيع زياش هو في المتناول، ولن يشكل عقبة كبيرة إذا ما أراد توتنهام انتداب اللاعب في صفوفه. وتبلغ القيمة المالية لحكيم زياش في سوق الانتقالات 40 مليار سنتيم. ويوجد حكيم زياش أيضا ضمن اهتمامات الأندية بايرن ميونخ ودورتموند الألمانيين وليفربول وتشيلسي الإنجليزي.